كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم زينه. متاخرين او اقدر اقول يعني مستعجل، صراحه مستعجل عشان احاول اخلص الكيكه اليوم كلها معكم. صح انها كيكه كبيره مش صغيره ولكن احاول اخلصها معكم. طبعا اللي ببدا فيها الحين اوريكم طريقه الكريمه. خلينا نقول بسم الله ونبدا فيها. طبعا تحتاج العجانه اول شيء، صحتك تنزل الزبده. طبعا عندنا اول شيء الزبده، تضمن انك نزلتها كلها كامله. شايفين؟ شكلي ما شبكتها، ايوه ما شبكتها. دقيقه. اول شيء الزبده تضربها لين تلين معك شوي، لازم تلين. الطريقة هذه بنفس الوقت ننزل اللي هو سكر الباودر معه. خلاص بدأت الحين تتجانس مع بعض. ابدا انزل اللي هو الكريم تشيز معها على طول كذا. شوفوا السبونج حقنا، ها ما شاء الله تبارك الله. النزله بالطريقه هذه، شايفين؟ طبعا سويت الطبقه الاولى عندي. بسم الله. عادي سوي اي شكل. شايفين؟ بعدها على طول بالطريقه هذه. خلاص تضمن انك وسعت حطيتها في كل مكان. بعدها الكريمه، شكل سريع دائري، ما ابغى اكثر. بعدين بسباتشلا نوزعها في كل مكان. الحين بين طبقات لازم تنزل عليها سيروب. شايفين؟ سيروب عشان ما تصير الكيكه من جوا ناشفه، عشان يطلع طعمها خرافي وحالي. طيب الطبقة الأول أنت ما حطيت سيروب؟ عادي الطبقه الاولى ما حطينا سيروب بسبب عشان تصير كيكه ماسكه، ما مو بدل جينا ضغطناها بالطبقات زي اللي يقولون تتفترى الكيكه من تحت. فبالطريقه هذه افضل كذا. يصير نحط السيروب وين؟ فوق. طبعا ترى ما يحتاج كذا، بس بشكل بسيط. بس خلاص كذا يكفي. سلام. كذا خلاص. عروض الجسار. خلاص خلصنا كذا. شوفوا بديت الحين، شوفوا بديت بالحجم الاصغر كذا. اول شيء نفس الطريقه نفسها. خلينا نكثر شوي. مسحها نفس الطريقه نفس الشيء. مش كذا صرت تشتغل باليسار تتوهق اخر شيء. خلاص. عروض الجسار. بعدين بعدها على طول الكريمي برضه. خلاص كذا الكريمه نفس الشيء. تبدا بالمسح. خلاص كذا الحين ارفعها
جاهزه كذا على طول على الفريزر. طبعا هي طبقات، هذه الطبقه الاولى، باقي كم طبقه. في كل الاحجام نسوي نفس الطريقه بالرنج هذا عشان تطلع شكلها صح. طبعا شوف عندي الكيكه بعد ما بردتها، خليه تقريبا كذا، اتوقع يكفي. بعدين على جنب نعطيه بعد زياده. كذا خلاص. بعدين نقول بسم الله. سكريبر نفس الشيء مع كل الزوايا. عاد يبغالك كذا تقعد تروق عليها لين تقفلها، لين قفل الكيكه كلها كامله. بس انا احب اقفلها على جنب قبل. شايفين الطريقه هذه مريحه نفسيا للعين. بسم الله. نحاول نظبطها اللمسه الاخيره عشان تطلع صح. شايفين؟ طبعا هذه الكيكه اللي راح تكون بالوسط كذا وعلى جنب. خلاص نبدأ تعديل. السلام. نحاول نسويها بسرعة عشان ما أطول عليكم. أيوه. بسم الله. اهم شيء انها تكون طبعا من اهم الاشياء انها تكون كيكه بارده، لان لو هي بارده ما راح تمسك، ما راح يمسك عندك اللي هو وش يسمونها هو يا الله الكريمه. يا سلام. طبعا كل ما غيرت هذه كل ما حصلت اللي تعجبك بتضبط كيكتك اكثر واللي تكون مريحه لك في الشغل خاصه. كذا ممتاز. بعدين نضبطها من فوق. لازم التوزيع صح. الكريمة خاصة اللي فوق هذه تكون توزيعها صح. كذا يا سلام. بعدها مرة ثانية نواسيها. طبعا خلاص خلصنا الحين التغليف تقريبا الطبقة الأولى. الحين الطبقة الثانية اللي هي جلاس رويال، التغليف الثاني. طبعا الحين اللي بنسويه هذه الطبقة كلها كاملة بنغلفها بطريقة انها تكون ناعمة ما تكون خشنة. بتشوفون الطبقة الأولى بتكون ناعمة، الطبقة الثانية بتكون خشنة. كيف؟ شوف نقول بسم الله. نبدأ نفرغها بالطريقة هذه وننزل عليها اللي هو الجلاس رويال. طبعا نحط اكبر كميه نقدر عليها مو مشكله. شوف طاح مني شوي وطبيعي هذا يعني يخرب شوي. كمل. طبعا عندي هذه الكيكه شوفوا حجمها، هذه اللي هي اخر كيكه عندنا. شايفين؟ طبعا الشغل باليد، الشغل باليد لازم اني اشتغلها بيدي وبالطريقه هذه. شوفوا اخذ عندي بالطريقه هذه باليد. بعدين
ارفعها، لان هذا من الديكور حق الكيكه. شوفوا كيف طالع. يا سلام، هذا من ديكور الكيكه. طبعا بعدين بتشوفون كيف يطلع الديكور حق الكيكه. يا سلام. خلاص كذا نقدر نقول خلصنا الكيكه. شايفين ما شاء الله تبارك الله حجمها؟ شيء ما شاء الله تبارك الله. صراحه ما توقعت انها بتكون بالطول هذا. صح ان العميل فصلنا معه الكيكه وقلنا له بالطول كذا كذا كذا. شوفوا كيف طلعت ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه كيكه زواج، الله يوفقهم ان شاء الله ويرزقهم. طبعا الطول والله ما ادري، بس انتم شايفين كيف الحجم. اكثر من متر ونص، ما هي كلام، طولها اكثر من متر ونص. طبعا لاي شخص احنا نبغى نشارك في فرحتك في يومك الجميل اللي هو يوم الزواج. فبحط لكم رقم الجوال، اي احد يبغى اي كيكه باي شكل يبغاه خاصه لزواجه، افرح اني اسوي كيكه صراحه. شوفوا الجمال، ان شاء الله باذن الله انها عجبتكم. طبعا بناخذ معها كم صوره عشان نوصلها. صحتك